حكاية فيلمنا بتبدأ مع مجموعة من المدرسين بيقولوا درجات الصف الثالث الابتدائي، وكل الطلبة جايبين درجات حلوة ما عدا طفل اسمه إيشان اللي ما بيحبش التعليم، وبيقعد يصطاد سمك صغير لحد ما بيجي مشرف الباص وبياخده وبيقول له احنا كل يوم بنتأخر بسببك. بعدها بيوصل إيشان لبيته، يفضل يلعب مع الكلاب وبيرمي لهم الشهادات بتاعته عشان يقطعوها وعشان محدش يعرف هو جاب كام، وبيطلع بسرعة على بيته وبيفضي السمك اللي معاه في حوض السمك بتاعه. ما بيهتمش بكلام والدته وبياكل من غير ما يغسل ايده. وبيوصل اخوه يوهان اللي بيقول لوالدته انه جاب الدرجات النهائية في كل المواد، وبنعرف انه متفوق وعكس ايشان تماما. بعدها ايشان بيرفض يعمل الواجبات اللي عليه وبيجري عشان يلعب في الشارع بلبس المدرسة. وبعدها بيتخانق مع طفل في الشارع وبيضربه، وبيطلع جري على بيت صاحبه وبيكسر الزرع اللي موجود قدام شقته. وبعدها بيطلع على السطح وبيفضل يعيط. وبعدها بيرجع على بيته بيلاقي صاحبه ووالدته جايين يشتكوه، ووالده طبعا بيضربه عشان كل يوم الجيران والمدرسة بتشتكي منه. وبيحاول اخوه يوهاني يدافع عنه لكن والده حذره وقاله لو جت شكوى منك تاني هدخلك مدرسة داخلية. لكن والدته بتعامله كويس. وبعدها بنشوف ان والده بيجهز شنطته عشان عنده رحلة عمل. بنلاحظ ان والدته بتحب النظام جدا وماشية البيت كله عليه، وبتأكل يوهاني الفيتامينات بتاعته عشان يروح المدرسة. لكن بنلاحظ ان ايشان عايش في عالم من خياله ومش عايز يصحى عشان يروح المدرسة، وبتعاني والدته معاه لانه عايز يلعب بس ومش عايز يروح. في النهاية بتنزله للباص بالعافية اللي كل يوم بيتأخر بسببه. وبعدها بيوصل ايشان مدرسته وبتطلب منه المدرسة بتاعته انه يقوم يقرا جملة من الكتاب، لكنه مش بيعرف عشان شايف الحروف بترقص قدامه. بتتعصب عليه لحد ما بيتريق عليها وبتطرده بره الفصل. بيفضل واقف بره لحد ما الحصة تخلص وكل زمايله بيتريقوا عليه وبيقولوا عليه ان هو غبي. وبعدها بيدخل ايشان الفصل وبتيجي الحصة التانية، حصة الحساب، وهو ما عملش الواجب اللي عليه، فبيقرر ان هو يسيب المدرسة ويهرب ويفضل يتفرج على كل حاجة حواليه لحد ما بيتعب، وبيقرر ان هو يرجع ينام في باص المدرسة لحد ما الحصص كلها تخلص. بعدها بيرجع البيت وكالعادة والدته بتعاني معاه وهو بيعمل الواجب بتاعه لحد ما بيسيبها وبيجري. وبيدخلوا يناموا لكن ايشان بيحاول ان هو يصحي اخوه يوهان وبيطلب منه ان هو يكتب له جواب اعتذار بدل والده عشان هو مشي من المدرسة النهاردة. لكن اخوه بيرفض، لكن بعد الحاح من هشام بيوافق في النهاية. بيروح بالجواب تاني يوم المدرسة وبيعمل نفسه عيان، لكن بيتفاجئ ان في امتحان حساب مفاجئ وكل الاطفال بتبدأ تحل ما عدا هشام عشان شايف الارقام في العالم الافتراضي ان هو قائد مركبة فضائية وبيطلع ناتج 3 في 9 ب3. بعدها بيحس انه عبقري عشان قدر ان هو يحل الامتحان. وتاني يوم بيقوم هشام من النوم بيلاقي والده رجع من السفر وبيسلم عليه هشام وبيسيبه عشان يروح يفطر، ووالده في نفس الوقت بيحاول يطلع الجرايد بتاعته. لقى جواب الاعتذار اللي اخوه كان كاتبه له، هشام نسي يرميه. وبيعرف والده ان حصل ان هشام ما راحش المدرسة وخرج لوحده في الشارع، وبيفضل يضرب فيه عشان يعرف مين اللي كتب له الجواب، لكن هشام بيرفض يتكلم. وبعدها بيروح معاه هو ووالدته للمدرسة وبيقابلوا المديرة والمدرسين. بيتفاجئوا ان ايشان دايما بيجيب صفر في الامتحانات ومش بيعمل اي واجب عليه، وهما بيبعتوا معاه النتائج واستدعاء ولي امر كذا مرة، لكن محدش بيجي ومحدش مصدق اصلا ان ده اخو يوهان المتفوق. وبتقول مديرة المدرسة لوالد ايشان ان دي تاني سنة ان هو يسقط فيها، ولو سقط تاني هتفصله من المدرسة والافضل يدخلوه مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. بعدها بيرجعوا على البيت وهما منهارين، وبيبقى والد ايشان في حيرة كبيرة وبيقرر ان هو يدخله مدرسة داخلية بتاعت واحد صاحبه عشان يتعلم بطريقة اشد من اللي هو فيها. وبيفضل ايشان يعيط عشان ما يروحش، وبعدها بيحلم ان هو هيتوه من اهله، وبيعيط تاني يوم لوالدته ان هو برضه ما يروحش المدرسة الداخلية. لكن والده فعلا بيقرر ان هو ينفذ القرار بتاعه وبيوديه المدرسة داخلية، وبيسيبوه كلهم ويمشوا. بيدخل هشام في حالة اكتئاب وبيفضل يعيط وبيبقى عايش لوحده، حتى مش عايز ياكل. وتاني يوم بيبقى مش عارف حتى يلبس لبس المدرسة عشان والدته اللي كانت بتعمل كل حاجة. وفي أول حصة ليه بيطلب منه مدرس العربي يفسر جملة من الشعر هيقراها زميله راجن، وبيتكلم كلام مش مفهوم. بيزعله المدرس وبيقوم طالب تاني بيقولها بكل بساطة. بعد الحصة بيقول له زميله راجن انه فسر القصيدة صح، لكن قال المعنى الجوهري بتاعها. المدرس عايز بس يسمع اللي بيحفظه للطلبة. وبتيجي حصة الرسم، بيبقى سرحان بره الفصل وبيحدفه المدرس بالطباشير بتاعه.
بيطلب منه يحدد النقطة اللي هو رسمها على السبورة، وما بيعرفش إيشان، فبعدها بيقوم طالب تاني انه يحددها بكل سهولة، وبيفضل يضرب إيشان على ايديه بالمسطرة وبيعيط، وبيطلب منه يرسم الحاجات اللي موجودة على الترابيزة اللي قدامهم. وبعدها في حصة العربي بيبقى شايف الحروف بترقص قدامه، وحتى الأرقام في حصة الحساب بتتحرك، وكل زمايله بيتريقوا عليه، حتى المدرسين كمان بيتريقوا عليه، والكل بيقول عليه ان هو فاشل، وبيكسر كل أقلامه وبيرمي الكشاكيل بتاعته، وبتيجي أسرته عشان تزوره، لكن بيرفض ان هو يقابلهم، وبيفضل يعيط وبيسيبهم وبيجري، وبقى باين عليه ان هو فاقد للإحساس. وبياخد والده إذن من مدير المدرسة ان عشان يخرج يقضي اليوم معاهم، بيجيبوا له هدايا كتير لكن بيرفض ياخدها. تاني يوم بيرجع المدرسة وبيسيبهم حتى من غير ما يسلم عليهم، والاكتئاب عنده بيزيد، لحد ما بيجيله زميله راجن وبيقوله ان مدرس الرسم خد اجازة، في مدرس جديد جاي مكانه، وبياخده عشان يحضروا حصة الرسم. بيقدم مدرس الرسم الجديد نفسه للأطفال بطريقة جديدة وعبقرية، بيفضل يعزف ويرقص معاهم لحد ما الأطفال كلها بتبقى مبهورة بيه، وبيطلب منهم نيكوم المدرس الجديد ان هم يرسموا، لكن في طفل وقف وقال له مفيش حاجة على الترابيزة نرسمها زي ما كنا متعودين مع المدرس القديم. لكن نيكوم قال لهم ارسموا اي حاجة في خيالكم، لان الترابيزة اقل بكتير من اللي موجودة في خيالكم. وبعدها بيلاحظ نيكوم ان هشام ما لمس الفرشة حتى، ورافض الكلام معاه او مع زمايله. بالليل بتيجي مكالمة لهشام من والدته عشان تطمن عليه، بتقوله انهم مش هيقدروا يجوا الزيارة الجاية عشان هيحضروا مع اخوه ماتش مهم. بيفضل يسمعها هشام من غير ما يتكلم، وبيسيب السماعة ويمشي. وتاني يوم بنشوف نيكوم وهو ناوي يحتفظ برسومات الطلبة بتوعه، لكن مدرس تاني بيقول له المفروض انك ترميها، وانهم سمعوا العزف والرقص بتاعه، وان دي مدرسة داخلية بيعلموا فيها الانضباط والنظام مش الرقص والعزف زي مدرسة الاحتياجات الخاصة اللي هو جاي منها. بيسمع نيكوم كلامهم وما بيهتمش، وبيسيبهم وبيمشي. وفي الممر بيلاقي نيشان واقف مطرود بره الفصل كالعادة عشان بيتعاقب، وبيستنى الفسحة عشان يتكلم مع راجن الوحيد اللي بيتكلم مع إيشان، وبيسأله عليه، وبيقول له راجن إن إيشان دايما بيتعاقب وعنده مشكلة في القراية والكتابة مهما حاول. وبعدها على طول بيرجع نيكوم على مكتبه عشان يشوف كشاكيل وكراريس إيشان، وبيبتدي يدقق في كلامه. وبعدها بيروح المدرسة اللي كان بيشتغل فيها، وبيقابل زميلته وبيقول لها إنه قابل طفل بيفكره بنفسه وهو صغير، وبيحكي لها عن إيشان. وبعدها بيحضر نيكوم حفلة موجودة في مدرسته القديمة، وبيشوف كل الأطفال اللي علمهم، وبيبقى مبسوط جدا من إنجازاته معاهم. في نفس اللحظة بيكون هشام قاعد لوحده في المدرسة، لأن أهله مجوش عشان مشغولين طبعا مع أخوه يوهان في الماتش اللي قالوا له عليه. بعدها بيقرر نيكوم إن هو يروح على بيت إيشان قبل ما يرجع المدرسة، وبيسألهم عن الكتب وكراسة الرسم بتاعته، وبيشوف الرسومات بتاعته، وبيستغرب وبيعرف من والدته إن إيشان أصلا بيحب الرسم، مع إنه مش بيمسك فرشة الرسم الموجودة معاه في حصص نيكوم. بيبتدي نيكوم يبص في الكراسة بتاعته، وبيقول لهم إن في حروف كتيرة جدا كاتبها غلط، وده بشكل مستمر بس بنمط مختلف، وانه مش قاصد يغلط، هو بس بيتلخبط في الحروف المتشابهة. وبيقول له والد إيشان ان ده معناه الكسل وعدم المذاكرة، لكن نيكون بيقوم بيجيب لعبة مكتوب عليها باللغة الصينية، وبيطلب من والد إيشان يقراها، لكنه مش بيعرف. بيتعصب عليه نيكون وبيقول له انت كده كسول ومش مذاكر. وبيفهم هنا والد إيشان مشكلة ابنه، وان عنده حاجة اسمها عسر القراءة. وبيقول لهم نيكوم ان ابنهم بيرتبك من كتر الاوامر الكتيرة اللي بياخدها، ولو خد كذا امر ورا بعض بيفقد التركيز، وده طبعا اتراكم عليه وما بقاش عنده ثقة في نفسه، ودخل في حالة اكتئاب. حتى الرسم اللي كان بيحبه بطله. علميا ايشان عنده خلل عصبي ممكن يحصل عند اي حد، لكن بيتفاجئ ان والد ايشان بيقوله ان معنى كلامه ان ابنه متخلف عقليا، لكن هنا نيكون بيقوله ابنك موهوب اكتر مني ومنك، وخياله واسع جدا. يتفاجئ للمرة التانية ان والد هشام بيقوله اهم حاجة عندي ان ابنه يكون متفوق وبيكسب فلوس لما يكبر، وبيستغرب نيكوم جدا من طريقة تفكيره. وبعدها بيرجع على المدرسة، بيوري إيشان كراسة الرسم بتاعته، وبعدها بيبدأ يحكي قصة للأطفال عن طفل صغير ما كانش بيعرف يقرا ويكتب. الكل أجمع وقال عليه إنه فاشل، لحد ما اخترع نظرية أبهرت العالم كله. الطفل ده بقى أينشتاين. كمان في واحد تاني رسم طيارة قبل اختراع الطيارات أصلا ب400 سنة، وهو دافنشي، واللي برضه كان عنده مشكلة في القراية والكتابة وهو صغير، وكان بيكتب الكلام بالمعكوس.
إيشان لأول مرة بيكون مهتم جدا في الحصة، بيطلب منه نيكوم إن هو يفتح نور الفصل، وبعدها بيسأل نيكوم الأطفال مين اللي اخترع الكهرباء. لأول مرة بيجاوب إيشان وبيقول له توماس أديسون هو اللي اخترع الكهرباء. وبعدها بيكمل نيكوم وبيحكي عن أشخاص كتير كان عندهم مشكلة في القراية والكتابة وبعدها بقوا علماء وعباقرة. تنتهي الحصة وبيطلب من إيشان إن هو يستنى عشان هيتكلم معاه، وبيقول له في واحد كمان انا ما قلتوش كان عنده مشكلة في القراية والكتابة وهو صغير، هو نيكوم. وبيقول له هو كمان وهو صغير ما كانش بيعرف يقرا ويكتب وكان عنده مشكلة في القراية والكتابة. وبعدها بيخرجوا عشان يلعبوا في الفسحة، وبنشوف إيشان وهو بيعمل مركب صغير من الحاجات البسيطة اللي حواليه. المركب دي بتطفو في المية وبيسقف له كل الأطفال ونيكوم، وبياخد نيكوم المركب دي وبيحتفظ بيها في مكتبه. وبعدها بيروح لمدير المدرسة وبيقول له عن اللي بيعاني منه إيشان، والمدير قال له كويس إنك فهمتني عشان هننقله المدرسة خاصة. بعدها بيطلب منه نيكوم ان هو يتولى مسؤولية ايشان وهيعلمه بطريقته الخاصة، وبيطلب منه انه يدخله الامتحانات شفهي بس الفترة اللي جاية ويتجاهلوا دلوقتي طريقة كتابته. بيوافق المدير وعلى طول بيبدأ نيكوم في خطته مع ايشان، وبيبتدي يعلمه كل المواد بطريقته الخاصة عن طريق الرسم، مرة على الرمل ومرة على السبورة والألعاب. وبنلاقي ان مستوى ايشان ابتدى يتحسن وانه ذكي جدا، وبتيجي فكرة بعدها لنيكوم انه يعمل مسابقة رسم للمدرسة كلها. وبيوصل والد ايشان للمدرسة وبيقابل نيكوم وبيقول له انهم قروا عن مشكلة عسر القراءة عشان ما يفتكروش انهم مش مهتمين بايشان. لكن نيكوم بيقول له الاهتمام اسهل من كده بكتير، وبيحكي له عن مكان فيه شجرة لما كانوا يعوزوا ان هم يقطعوها كانوا بيتجمعوا حواليها ويفضلوا يقولوا لها كلام وحش ويضايقوها لحد ما تدبل، وبعدها بيشيلوها بكل سهولة. ده اللي هما بيعملوه دلوقتي مع ايشان. وطبعا بيتضايق جدا والد ايشان وبيمشي، لكن بيشوف ايشان وهو بيقرا شروط مسابقة الرسم، ودي اول مرة بيشوف ابنه بيقرا فيها حاجة، وبيعيط وبيمشي. وبيجي يوم المسابقة وبيتجمع الاطفال كلهم والمدرسين كمان عشان يشتركوا في المسابقة. بعدها بيدور نيكوم على ايشان مش بيلاقيه، وبيسأل راجل صاحبه عليه وبيقول له ان ايشان صحي بدري جدا واختفى. وبيفضل نيكوم قلقان عليه لحد ما بيوصل ايشان، بيجري عليه نيكوم وبيديله كراسة الرسم، وايشان بيكون معاه علبة الالوان بتاعته اللي جات له هدية، وبيبدأوا الرسم. وبنشوف ان كل الاطفال والمدرسين منسجمين في الرسم لحد ما بيخلص ايشان الرسمة بتاعته وبيديها لنيكوم. وبنشوف انه راسم نفسه قدام بحيرة فيها سمك وحواليها اشجار وسما، ونيكوم بينبهر جدا بالرسمة بتاعته. كمان ايشان بيشوف رسمة نيكوم واللي كان راسم ايشان نفسه وهو بيضحك، وبيفضل يبص لنيكوم اللي قد ايه بيحبه. وبعدها بيطلع مدير المدرسة وبيعلن النتيجة، وبيقول ان التلميذ فاز على المدرس بتاعه. الفائز هو ايشان، وبينادوا عليه عشان يطلع قدام المدرسة كلها وبيفضل يعيط، وبيجري على نيكوم وبيحضنه. وبعد نهاية العام الدراسي بيوصل أهل إيشان وبيقعدوا مع مدير المدرسة اللي بيقول لهم إن ابنهم قد إيه عبقري، ورسمته اتطبعت على كتاب المدرسة الرسمي من كتر جمالها. وبيعرفوا من المدرسين بتوعه قد إيه هشام بقى متفوق وعبقري، والسبب هو نيكوم. وبيروحوا عشان يشكروا نيكوم، وبيفضل والد ايشان يعيط عشان ما كانش فاهمه وعشان نيكوم قدر ان هو ينقذ ابنه قبل ما يتدمر. وبيقول لهم نيكوم ان ابنهم عبقري بس اللي حواليه ما كانوش فاهمينه. ودي تبقى نهاية حكايتنا، ولو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.